قبل ما ابدا ده ملخص الجزء الثالث من سلسله افلام نيفر باك داون. لينك الاجزاء اللي فاتت هتلاقوها تحت في الوصف. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. وبنكمل بعد 5 سنين مع كيسي وهو في ماتش ملاكمه وبيتفادى هجمات خصمه بسهوله وبيسدد له ركله وبعدها عده لكمات والخصم ما كانش قادر يقف قصاده وكيسي اداله ضربه بالرجل جابته ارض. والمدرب بيقول لكيسي لو هتفضل تكسر عظم اي خصم بتلعبه كده محدش هيرضى يقاتلك، حاول تنتصر على خصمك بعد جولتين. لكن كيسي مش بيسمع كلام مدربه وضرب خصمه ضربة قوية جدا وبعدها عمل عليه حركة إخضاع وكيسي بيفوز بعد ما خصمه استسلم. فالمدرب تعب من كيسي لأنه بيمشي بدماغه وبيقرر يستقيل. وكيسي بيقابل صديق قديم ليه اسمه برودي وكيسي بيسأله عن أحواله في عالم الملاكمة. برودي قال له أنا كسبت 4 أحزمة وأصبح عندي كل الفلوس والعربيات اللي محتاجهم واتجوزت وخلفت كمان ومعايا مقاتل بدربه. وبرودي كان عاوز يسأل كيسي عن أحواله بس ما كانش فيه وقت، فبيتفقوا إنهم يتقابلوا في البار بعد الماتش. وفعلا كيسي بيروح البار بس بيلاقي برودي سكران وقاعد مع البنات. وبتوصل ميكا اللي بتشتغل مع برودي وبرودي بيشوف كيسي وبيقوم يسلم عليه وبيحط ايده على ميكا وهي مش بتحب وجود برودي وبتمشي. وكيسي مستغرب انه متجوز بس بيعمل امور المراهقين وبرودي بياخده وبيقعدوا سوا. وبرودي بيقول له انا هخش بعد شهرين في قتال ضد سيزر والقتال هيتلعب في تايلاند والشركة الراعية للماتش هتدي للكسبان 2 مليون دولار. بس كيسي بيقول له ده قرار متهور منك، سيزر ده مقاتل مجنون وال2 مليون دولار مش هيجيبوا لك دماغ جديدة لان سيزر هيكسرها لك حرفيا. بس برودي مش بيقتنع بكلامه وبييجوا بنات وبياخدوا برودي وبيمشوا. وكيسي كان رايح لعربيته بس بيلفت انتباهه رجالة مرتزقة رايحين ينفذوا مهمة معينة وفي نفس الوقت برودي كان واقف مع حبيبته والمرتزقة بيضربوا برودي وكيسي بيتدخل وضرب الاولاني وضرب اللي بيصور وبيقول لبرودي ان دي خدعة معمولة عليك من حبيبتك علشان تصورك. وبياخده وبيمشي وبيرجعه للفندق اللي برودي قاعد فيه. وتاني يوم الصبح برودي بيطلب من كيسي يدربه للماتش بتاعه ضد سيزر ويسافر معاه لتايلاند. كيسي بيقول له بس انا ما بقتش بحب القتال ومش عايز انخرط فيه. برودي بيقول له انت زمان كنت بتعشق التدريب والقتال، ايه اللي حصل لك؟ كيسي قال له انا اصبحت مشوش بعد ما خسرت ابويا وامي وما بقاش عندي حافز. برودي بيقول له الوقت بيجري بسرعة وانت بتضيع فرص انك تكون على القمة، انا مستعد ادفع لك علشان تدربني وجايز الاضواء تتسلط عليك وتثبت للعالم انك مقاتل قوي. وكيسي بعد ما بيفكر في كلام برودي بيوافق وبيجهز شنطته علشان يسافر لتايلاند. وبعدها بيتعمل مؤتمر صحفي ما بين برودي وسيزر واللي قاعد في النص ما بينهم يبقى هيوجو صاحب الشركة اللي عملت الماتش. وهيوجو بيعرف للصحفيين برودي بطل العالم 3 مرات وسيزر اللي عمره ما اتهزم قبل كده. وفي صحفي بيسأل هيوجو اذا كان رافض ان المقاتلين ياخدوا منشطات. هيوجو بيقول الجمهور عاوز يتفرج على قتال مش عليه اي رقابة علشان يكون قتال جبار. وبرودي وسيزر عدوا على جميع التصاريح الطبية وده الوقت اللي لازم فيه كل شركات الرياضة ما يعملوش قيود صعبة على المقاتلين. والصحفي بيسأل سيزر عن التهمة اللي جات له لما ضرب مراته وسيزر بيتعصب من كلام الصحفي وقلب الترابيزة وكان نفسه يمسك الصحفي ويضربه بس الجردات بيوقفوه. وهيوجو بيقول زي ما انتوا شايفين هيبقى قتال جحيم. وبرودي بيقلق من سيزر ولما دخل الحمام وراه شافه بيكسر في الحمام وبعدها بيتفرج على قتالات لسيزر وبيتوتر اكتر انه هيقاتل شخص قوي زي ده. بينما كيسي فبيتمشى في شوارع تايلاند لحد ما وصل للجيم اللي برودي بيتمرن فيه وبيتفقده وبيشوف هيتمرن بايه. وصاحب الجيم اللي اسمه ماتي بيسأل كيسي انت مين؟ كيسي بيقول له انا اللي هدرب برودي. ماتي بيستغرب لانه المفروض هو اللي كان هيدرب برودي وكيسي مش بيهتم بيه وهو بيخرج من الجيم وبيجيب خشبتين وكاوتش وبعض المعدات البسيطة وبيحطهم في ركنة خاصة بيه في الجيم وبيشيل الصور المتعلقة. وماتي مستغرب من اللي هو بيعمله وخايف يتكلم معاه. وكيسي كده صنع ادوات تدريب خاصة بيه وبيبدأ تدريب فيهم. وفي شخص اسمه كوبرا بيشوف كيسي وبيتريق عليه وبعدها بيتمرن مع زميله وكوبرا بيدمره حرفيا كأنه في قتال حقيقي وبيضربه وبيجيبه ارض وبيفقده الوعي. وماتي بيقول له مفيش حد عاوز يتمرن معاك بسبب طريقتك في التدريب بس كوبرا عاوز يتدرب مع كيسي وبيروح له لحد عنده وبيتنمر عليه بس كيسي بيفضل متجاهله ومش بيرد عليه.
وفي الوقت ده برودي بيوصل للجيم وبيسلم على الجميع وبيسلم على كيسي وبيقول له شكلك اتأقلمت بسرعة على المكان وعملت معدات خاصة بيك. وكوبرا بيتدخل وبيقول له انت تعرف شيكابالا ده؟ برودي قال له كيسي جاي علشاني وهو اللي هيخليني اهزم سيزر. وبرودي كان هياكل بيتزا بس كيسي بيمنعه علشان يحافظ على وزنه. وماتي بيحس بالغيرة علشان كيسي سرق منه تدريب برودي. وكوبرا بيطلب يتحدى كيسي وكيسي مش بيفكر مرتين وبيوافق في الحال. وميكا بتيجي وهتتفرج على القتال ده وبرودي كان معتقد ان كيسي هيخسر وحتى جميع اللعيبة الموجودة معتقدين ان كوبرا هيسحق كيسي. وكيسي بيخش الحلبة وبيستعد للقتال وكوبرا بيحاول يهجم عليه بس كيسي بيتفادى كل هجماته وبيفتكر التدريب اللي كان بيتدربه وبيطبقه على كوبرا وبيسدد لكوبرا ضربات قوية علشان يتعلم ما يتنمرش عليه تاني وبيسدد له ضربات في صدره بكل سهولة وبكل تركيز. ضربه وجابه أرضه وخلص عليه تماما بأقل مجهود وسط دهشة من كل الموجودين. وماتي بيطمن على كوبرا اللي كان فاقد الوعي وبينقله كوبرا بعربية إسعاف. بس برودي ما كانش عجبه اللي كيسي عمله في كوبرا وبيقول له فين شرف الكاراتيه اللي انت كنت عارفه؟ انت زمان كنت شخص افضل من كده. كيسي بيقول له بس كوبرا نال اللي يستحقه. برودي قال له عندك حق، انا كنت بهزر معاك. وفي 2 لعيبة بيعرفوا من النت ان كيسي لعب 42 مباراة وعمره ما اتهزم. وتاني يوم كيسي بينزل يجري في شوارع المدينة وبعدها بيروح الجيم. وكيسي بيتضايق ان برودي وصل متأخر وماتي بيطلب من برودي يدربه هو بنفسه بدل كيسي لانه بيعمل مشاكل. بس برودي بيرفض كلامه وبيروح يتدرب مع كيسي. وبعدها هيوجو بيوصل للمكان وجاي يشوف الشخص اللي هزم كوبرا وجاب له ارتجاج في المخ وكسر له 3 أضلاع. وبيتفاجئ لما بيشوف كيسي وبيتضح انهم كانوا يعرفوا بعض من زمان وكيسي كان من ضمن فريق هيوجو بس حصل ما بينهم مشاكل وهيوجو جاي يصلح معاه العلاقات وبيطلب منه يخش مكان كوبرا بس كيسي بيرفض وبيسيبه وبيمشي. وبرودي بيتكلم مع كيسي وبيحاول يقنعه يقبل عرض هيوجو وبيقول له دي فرصة ليك ولازم تقتنصها. وفي مقاتل اسمه تاج بيوقف هيوجو وبيطلب منه ياخد مكان كوبرا بس هيوجو بيرفض. فكيسي بيتدخل وبيقول انا هقاتل تاج وكيسي هدفه ان تاج ياخد الفرصة مكانه. وبيطلعوا على الحلبة سوا وكيسي بيسيب تاج يضربه ومش بيدافع عن نفسه علشان هيوجو ياخد تاج للفريق وبيقول لتاج اضربني اقوى من كده. بس مع ذلك تاج بيقع وهو كان متوتر من كيسي وهيوجو بيدرك ان ده عرض رخيص وبيمشي. بس ميكا بتطلب من هيوجو يحاول تاني مع كيسي، انا شفته امبارح وطلع انه مقاتل قوي جدا. بس هيوجو بيتجاهل كلامها وبيأمرها تركز على قتال برودي وسيزر. بينما كيسي بيقول لبرودي لو انت عاوز تقاتل لاجل هيوجو فدي حاجه تخصك لكن انا مستحيل اعمل ده. وبعدها تاج وصاحبه ايدي بيتفرجوا على كيسي وهو بيتمرن وبيكونوا منبهرين منه وتاج بيسأله انت ليه وافقت تقاتلني ومع ذلك سبتني اضربك؟ كيسي قال له علشان تظهر بشكل كويس. فتاج وايدي بيطلبوا منه يدربهم لاننا في نفس الجيم ومصلحتنا كلنا واحده. كيسي بيوافق بس بعد ما يخلص تمرين وبيطلب منهم يستنوا لان التمرين بتاعه بياخد وقت. والليل بيليل وكيسي يا دوب لسه مخلص تمرين وهم كانوا مستنيينه طول اليوم. وكيسي بيدرك انهم عاوزين يتمرنوا بجدية وبيلاحظ ان لكماتهم ضعيفة فبيقرر يبدأ معاهم من الصفر بالطريقة العلمية. وبيسألهم ليه بنلبس قفازات في الملاكمة؟ بيقولوا له علشان ما نأذيش ايدينا. كيسي بيقول لهم كده انتوا مش بتعرفوا تسددوا لكمات الا بالقفازات. بس لعلمكم في فنون القتال ايدك ورجلك وجسمك كله يعتبر سلاح واهم حاجة انك تتقن الضرب وتطلع اعلى نتيجة باقل مجهود. زي الكورة الجولف بنطلع كل جهدنا علشان نضرب نقطة معينة في كورة الجولف وهم بينبهروا وبيسقفوا له. وكيسي بيكمل وبيقول لهم المسافة اللي بنضرب منها مهمة جدا وبيأمرهم يسددوا لكمة للوحدة. وتاج ايده بتوجعه من اللكمة فكيسي بيأمرهم يسددوا 500 لكمة بالايد والمقص للوحدة و500 ركلة بالركبة والرجل ومشط الرجل وبيسيبهم يتمرنوا وبيمشي. وبعدها برودي بيتفرج على إعلان مباراته ضد سيزر وبيكون خايف يتلقى ضربة قوية من ضربات سيزر. وتاني يوم الصحفيين بييجوا الجيم علشان يعملوا لقاء مع برودي وبيسألوه هل خايف من مباراتك ضد سيزر؟ قال لهم أنا خايف أنهي مسيرة سيزر وعيلته يتضايقوا عليه. والصحفيين لما بيلمحوا وجود كيسي بيسيبوا برودي وبيروحوا يصوروه وبيتفاجئوا إنه خرج من السجن ولسه عنده لياقة عالية. وبعدها ميكا بتلاحظ إن كيسي بيبص عليها
بتقول له انت ممكن تتكلم معايا عادي، بس كيسي بيكون خجول ومش بيعرف يتكلم مع الستات، وبيقول لها انا عارف انك حبيبة هيوجو فمرضتش اتكلم معاكي. بتقول له انت فاهم غلط، هو رئيسي في الشغل مش اكتر. وبتسأله عن التمارين علشان تكسر حاجز التوتر اللي عنده، وبتقول له انا حاسة من نظراتك انك عايز تخرج معايا وانا موافقة وما عنديش مانع. وبيتفقوا انهم يخرجوا يتغدوا بكرة. وبعدها تاج وإيدي بيفكروا مع كيسي في لبس يكون مناسب لموعد غرامي، بس للأسف مقاس كيسي ما كانش موجود في تايلاند، وما لقوش غير التيشيرت ده اللي ممكن يكون مناسب ليه، وبيطلبوا منه ياخد ورد معاه. وفعلا كيسي بيروح يشتري ورد، وبتظهر بنت صغيرة وبتساعده في اختيار الورد، وبيطلع انها بنت ميكا. وميكا بتهزر معاه وبتسأله يا ترى الورد ده لمين. وبعدها هما الاتنين بيقعدوا سوا في مطعم، وماتي كان شايفهم وبيراقبهم من بعيد. وميكا بتقول لكيسي انا كنت هعرفك لما نتقابل ان عندي بنت وبتتعلم الكاراتيه كمان. وكيسي منبهر ان ميكا موفقة ما بين التربية والشغل، وماتي مش بينزل عينه من عليهم. وبعدها هيوجو بيجي يقابله هو وبرودي، وهيوجو بيقول لبرودي في كلام بيتقال انك مش بتتدرب كويس وانا مهيأ ليك كل شيء علشان تكسب. وهيوجو بيكون متعصب جدا من اهمال برودي، وبيقول له انت قدامك 4 اسابيع على المباراة، فيا ترى هتعمل ايه. برودي بكل ثقة بيقول له ما تقلقش القتال ده محسوم ليا. هيوجو علشان يطمن اكتر بيأمر برودي ياخد منشطات، وبيديله كارت الدكتور اللي هيديله الجرعة، وده هيخليك وحش لان سيزر بالتأكيد هياخد منشطات، ولو كسبت القتال ده اوعدك هديلك فلوس ما كنتش تحلم بيها. وبرودي بيوافق ياخد المنشطات، وبيطلب من ماتي ما يقولش لكيسي على موضوع المنشطات. المدرب بيقول له انا كمان هقولك على سر، وشكل كيسي مخبي عنك وانه خرج في موعد غرامي مع ميكا. وبرودي بيتضايق ان كيسي مخبي عنه. وبننتقل لكيسي وميكا. ميكا بتحكي له ان زوجها السابق مات، بس هو طلع حرامي ومات في احدى عملياته، وجوازي منه كان سريع لاني اتجوزته بعد 2 شهر بس. كيسي بيهديها وبيقول لها احنا بنعيش علشان نتعلم. وكيسي بيحكي لها عن نفسه وانه عايش اليوم بيومه ومش مهتم يكون عندي تليفون. وميكا بتطلب منه يحكي عن فترته في السجن وليه دخلت السجن. كيسي بيستغرب انها عارفة معلومة زي دي، بتقول له انا بحثت عنك على النت وعرفت المعلومة دي. بس كيسي بيتضايق انها بتفتش وراه. هي بتبرر موقفها وبتقول له انا علاقتي السابقه ما كانتش حلوه، فمش عايزه اخش في علاقه سيئه جديده، وعلشان كده عايزه اكون حذره وحذره اكتر على حياه بنتي. كيسي مش بيرضى يكمل المقابله وبيمشي. ولما بيرجع للجيم تاج بيقول له ان برودي شكله متضايق من حاجه وبيقول انه عاوز يقاتلك. وكيسي مستغرب بس بيوافق، وعلى طول برودي ضربه قبل ما يسلموا على بعض. وبيقاتل كيسي بكل عنف وكانه قتال حقيقي. وكيسي كان متساهل معاه في البدايه وبيساله ايه مشكلتك، وبرودي شاله ورماه على الارض بقوه. فكيسي بيقرر يقاتله بكل جديه وبيضربه ضربات عنيفه بتخليه مسيطر على المباراه، بس ما كانش عاوز يأذيه قبل قتاله مع سيزر. وماتي بيتدخل وبيوقف كيسي. وهيوجو بيتعصب لما بيعرف ان برودي خسر من كيسي، وبيقول ده تاني لاعب عندي يخسر من كيسي. وبيأمر المساعد بتاعه يجيب كل المعلومات عن تاريخ كيسي. وفي الوقت ده كيسي بيعمل لنفسه الاكل المناسب للتمرين، وبيدي التمارين لتاج وايدي. وميكا بتشاور لكيسي من بعيد، وكيسي بيروح يتكلم معاها وهي بتتأسف له على الطريقة اللي اتعاملت معاه بيها، واني تعديت على امور خصوصية عندك وعايزة نعيد الخروجة بتاعتنا تاني، وانا مش عايزة منك غير انك تبقى رفيق ليا، والصديق الكويس اللي زيك صعب الحصول عليه تاني في الحياة. كيسي بيسامحها وبيتبسط من كلامها. ولما كيسي بيرجع للجيم كان هيشوف برودي وهو بياخد المنشطات، بس برودي خباهم بسرعة. وكيسي بيسأله انت ليه كنت متعصب وانت بتقاتلني؟ برودي كان رافض يتكلم، فكيسي قال له تعالى نتمشى سوا وناكل حاجة. وفعلا بيروحوا يقعدوا في مطعم، وكيسي شايف برودي سرحان ومش مركز، فكيسي بيفوقه وبيقول له لازم ذهنك يكون صافي للقتال مع سيزر، ولو مش عايزني معاك فانت حر. برودي بيقول له انا سرحان في الناس الكتير اللي اصبحوا معتمدين على انا بحسدك ان حياتك بسيطة ومش عليك اي ضغوطات وما عندكش ولا طفل ولا زوجة. كيسي قال له بس انا معيش فلوس وانا مش شايفك بتعمل اللي عليك ومش فاهم ليه كنت عنيف معايا. برودي بيتأسف له وبيقول له انا لما عرفت انك خرجت مع ميكا اتضايقت لاني معجب بيها وبدأت اتصرف زي الطفل. كيسي بيقول له سيب الامور دي ورانا وخلينا نركز في قتالك، لان العقل الغاضب مش بيعرف يقاتل، واصلا مفيش حاجة بيني وبين ميكا. وبرودي بيقول له انا هوريك افضل نسخة ليا للقتال.
وبيرجعوا للجيم وبرودي بيتدرب وبيصلح الخلافات ما بين كيسي وماتي، وبيقول لهم انتوا كل واحد فيكم جاي من خلفية مختلفة وعنده افكار مختلفة عن التاني، بس انتوا الاتنين هدفكم واحد وانكم تصنعوا مني مقاتل قوي، فانسوا الغرور اللي جواكوا وتعاونوا سوا. وكيسي بيوافق على كلام برودي وبيمد ايده لماتي، وماتي بيسلم عليه، والتدريب الحقيقي بيبدأ. وبرودي بيبدأ تدريب من نار، وبيتفرجوا على مباريات سيزر علشان يتعلموا منها، وبرودي بيطلع كل طاقته في التمرين، وكيسي بيعمل نظام تمرين مناسب ليه. وبرودي كان خايف ما يعديش اختبار المنشطات. كيسي بيقول له ما تقلقش، انت ما خدتش منشطات من زمان، واكيد المنشطات القديمة خرجت من جسمك. وفي نفس الوقت في بنت اسمها فيجا بتشوف ايدي بيتضرب بعنف من مقاتل اسمه كيرتش، وكيرتش مش بيظهر اي رحمة على ايدي، وفيجا بتقرر تخش الحلبة وتقاتل كيرتش علشان تنتقم منه. والبنت بتطلع زي النينجا وبيطلع عندها مهارات قتالية فتاكة، ومسكت كيرتش وقطعته ضرب، وبعد ما خلصت عليه راحت لايدي وقالت له ما تسيبش حد يضربك تاني. وعلى الجانب الاخر كيسي خرج مع ميكا، وهي بتقول له برودي محظوظ ان عنده صديق زيك لان الوفاء عملة نادرة اليومين دول. وكيسي بيتأسف انه كان عصبي في اخر خروجه، وبيقول لها انا مش متعود على المواعيد الغرامية، بس انتي تقدري تسأليني عن اي حاجة. وهي فعلا بتسأله عن علاقاته النسائية. هو بيقول لها في بنت واحدة حبتها لكن طلعت متجوزة وماليش اي علاقة تانية. وكيسي بيوصلها البيت، وهي بتقول له بنتي مش في البيت، فايه رأيك لو تيجي عندي شوية؟ بس هو بيتحرج وبيقول لها انا محتاج اصحى بدري علشان التمرين، وبيودعها وبيمشي. لكن كيسي بيكون ندم انه ما دخلش عندها البيت، وبيفضل يشتم نفسه وبيأنب ضميره لحد الصبح. وباب الأوضة بيخبط، وبيطلع عنه المساعد الخاص بهيوجو، وبيقول لكيسي هيوجو بيقدم لك عقد علشان تشتغل في شركته. بس كيسي بياخد العقد وبيشطب على بعض الشروط، وبيحط شروط معينة، وبعت العقد مع ايدي علشان يوصله لهيوجو. وهيوجو بيتعصب ان كيسي بيمشي رأيه عليه، بس مع ذلك بيأمر المساعد بتاعه يعمل كل شيء لكيسي. بعدها كيسي بيجري مع برودي، وكيسي بيقول له هيوجو بيبوظ الرياضة اللي كنا بنحبها. برودي بيقول له كلنا فينا عيوب والكل ليه تمن، واكيد انت ليك تمن، ولو خدته هتوافق تقاتل تحت هيوجو. كيسي بيقول له ايه الفايدة لو ملكت الدنيا بحالها بس خسرت روحك؟ ولما رجعوا للجيم لقوا كل اللعيبة بيتفرجوا على فيديو كيسي وهو بيضرب ضباط الشرطة اللي حصل في الجزء اللي فات لما كان كيسي متكلبش، بس ادى الضباط علقة محترمة. وكيسي سألهم جبتوا الفيديو ده منين؟ قالوا له الفيديو انتشر امبارح على النت. وبرودي بيقول لكيسي انت ازاي ما دخلتش السجن بعد ما ضربت الضباط؟ كيسي قال له دي قصة طويلة والأحسن تنسوا الفيديو ده. وعلى الناحية التانية هيجو متعصب لأنه بيصرف فلوس كتير على دعاية ماتش برودي وسيزر، ومع ذلك الصحفيين مركزين مع تفاصيل كيسي، والفيديو بتاعه بقى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيجو بيقرر يقدم عرض ضخم لكيسي. وكيسي لما خرج من اوضته لقى الصحفيين متجمعين عنده وبيفضلوا يسألوه عن الفيديو اللي انتشر عنه، وكيسي بيأمر الصحفيين يبعدوا عنه بدل ما يضربهم زي ما ضرب ضباط الشرطة. وميكا بتتدخل وبتقول للصحفيين انا السكرتيرة الخاصة بكيسي، واي حد عاوز يتكلم معاه يبقى من خلالي. وميكا بتاخد كيسي لبيت جميل وضخم وبتفاجئه وبتقول له البيت ده يبقى بيتك، ودي هدية بسيطة من هيوجو مقابل تعبك وتدريبك لبرودي، وهو مش محتاج منك شيء في المقابل. بس كيسي كان حاسس ان هيوجو لسه عايز حاجة. ميكا بتقول له انا عايز اساعدك كواحدة صديقة ليك، فكر في عرض هيوجو. وبعدها كيسي لما بيروح الجيم بيشوف برودي بيتدرب مع شخص اسمه رامبيج، ورامبيج بيمرن برودي على حركة معينة، بس كيسي ما كانش مرتاح للتدريب ده وبيأمر برودي يتوقف. بس بيحصل اللي كيسي كان قلقان منه، برودي بيتصاب من التدريب ده ورجله لفت بطريقة غلط، وبرودي بيتنقل للمستشفى، وهي للأسف إصابته هتخف بعد 3 شهور، وبكده مش هيلحق المباراة. وماتي بيحاول يطمن برودي إن القتال ممكن يتأجل، بس برودي كان عارف ان ده مستحيل يحصل. وكيسي بيقول لبرودي انت اصبح عندك تأمين على جسمك، يعني اي اصابة ليك هتتعالج ببلاش. بس برودي بيصارحه بالحقيقة وانه بياخد منشطات، وبكده التأمين مش هيعالجني. بس كيسي بيفاجئه وبيقول له انا عرفت انك بتاخد منشطات، وانا وماتي بدلناها بمحلول ملح ومواد غذائية، والغريب ان الحجم العضلي عندك زاد. وبرودي بيتصدم انه طلع عارف، وبيشكر كيسي علشان كان خايف عليه.
وبعدها هيوجو بيزور كيسي في بيته وبيلاقي ان كيسي بيحضر حاجته علشان يمشي من تايلاند لان برودي خلاص مش هيلعب القتال. هيوجو بيقول له برودي فعلا مش هيلاعب سيزر لكن القتال هيتم وانت اللي هتقاتل سيزر، وبيديله شيك ب1,000,000 $، نص الفلوس دلوقتي والنص التاني بعد ما القتال ينتهي، ولو كسبت طبعا ليك ال2,000,000 المكسب. وكيسي بيتصدم لان دي فلوس كتير وبيغير رأيه اخيرا وبيقرر يتحد مع هيوجو. والاخبار بتتكلم عن القتال وان برودي مش هيلاعب سيزر بسبب الاصابة وتم استبداله بالمصارع المخضرم كيسي صاحب الفيديو المشهور اللي ضرب رجالة الشرطة. وكيسي لما بيروح الجيم بيلاقي كل اللعيبة بيحيوه وبيسقفوا له وبيسلم على عيلة برودي، ومرات برودي ارتاحت بعد ما عرفت ان برودي مش هيلعب القتال ده. وبعدها كيسي بيتمرن مع ماتي وتاج بيقول لكيسي انت في البداية ما كنتش موافق تقاتل لاجل هيوجو بس غيرت رأيك علشان ال1,000,000 وانا كمان ممكن اغير رأيي علشان ال1,000,000 لانك مثلي الاعلى. وكيسي بيتضايق ان تاج بيفكر في الفلوس وبس، وبيحكي الموقف ده لميكا. هي بتقول له ما تتضايقش بس تاج بيعتبرك مثله الاعلى. كيسي بيقول لها بس انا هقاتل بشروطي انا مش علشان الفلوس. ميكا بتقول له وهيوجو فعلا محتاجك ومن غير المقاتلين اللي معاه هو ولا حاجه، واصابه برودي كانت افضل شيء حصل لصالح هيوجو لان بسبب كده انت دخلت مكانه. وكيسي لما سمع الجمله دي بيحس ان هيوجو كان قاصد يخلي برودي يتصاب وبيشك ان رامبيج متورط في الموضوع ده وبيطلب من ماتي يشغل رامبيج، وبيروح هو يكسر دولاب رامبيج وبيطلع تليفونه وبيفتش فيه وبيتصدم لما بيشوف رسالة معينة. وراجع لرامبيج وبيقول له هيوجو دفع لك كام علشان تكسر رجل برودي، ورامبيج في البداية بينكر. فكيسي بيوري له الرسالة اللي على التليفون وبيقول له انت بعت رسالة لهيوجو بعد ما كسرت رجل برودي وقلت له تمت المهمة بنجاح، وكل اللعيبة بيتلموا علشان يشوفوا اللي هيحصل. ورامبيج بيجهز نفسه للقتال ضد كيسي بس كيسي بيستهزأ بيه وبيقول له نزل ايدك. وكيسي بيتجمع مع برودي وميكا والبقية وبيتفقوا ان كيسي بعد ما يهزم سيزر يسيب هيوجو ويروح يوقع مع شركة تانية، وبكده دي ضربة قوية لهيوجو. وكيسي بيفكر في شيء تاني يأذي هيوجو بس هما بيقولوا له لما تهزم سيزر هتحقق نص انتصار وده هيبقى شيء كافي. وبعدها كيسي بيتمرن على كيس الملاكمة وهو مرتفع في السقف علشان يقدر بعدين يضرب سيزر لانه شخص طويل. وبعدها بيجي وقت المباراة ما بين الاتنين وهيوجو مبسوط من حجم المبيعات وشركات الدعاية لانه كده هيكسب حوالي 30,000,000 $. وبعد ما بيوصلوا لمكان المباراة ميكا بتقول له انا مستقيلة من الشركة. وبعدها البنت فيجا بتوصل للمكان وبتقابل ايدي، وايدي لما شافها ما تعرفش عليها بسرعة وبيقول لها شكلك في الجيم بيكون مختلف تماما. بتقول له انا لو جيت للجيم بالشكل ده محدش هيسيبني في حالي. وبعدها بيوصل الممثل التايلاندي العالمي توني جا وجاي يتفرج على القتال اللي هيتلعب، وبيقول لكيسي انا معجب جدا بيك وبيطلب من الصحفيين يصوروهم سوا. وبعدها كيسي بيقعد مع نفسه وبيخطر في باله فكرة معينة وخلاص فاضل 20 دقيقة والمباراة تبدأ، وكيسي بيكون وصل لفكرة تخلي هيوجو ما يكسبش اي فلوس وبيتجه للأوضة بتاعت سيزر وبيفضل يشتمه وبيخش عليه الأوضة وبيقول له أنا عندي سؤال واحد. سيزر قال له أنا هجاوب عليك في الحلبة، وهيوجو والمدربين بيتدخلوا وبياخدوا سيزر للحلبة. وكيسي بيقول لهيوجو أنا هخليك تندم على اللي عملته في برودي، وبيروح يلاحق سيزر وبيسأله ليه ضربت مراتك، وطبعا السؤال ده اللي بيعصب سيزر وده اللي كيسي عايزه. وفعلا سيزر بيتعصب وبيبدأ ما بينهم القتال بس كيسي مش بيرحمه وبينزل عليه بضربات سريعة ودقيقة، بس سيزر شاله ورماه على الترابيزة وبعدها شاله وكسر بيه ترابيزة تانية. وكيسي بيحاول يعمل عليه حركات إخضاع مختلفة وفعلا في حركة منهم كانت هتجيب نتيجة لكن سيزر ضربه وفلت منه، والقتال ما بينهم بيشتعل أكتر وسيزر خلع التيشيرت. وكل ده القتال مش قانوني وكيسي بيعافر معاه وضربه ضربات قوية في وشه، لكن سيزر ضربه تحت الحزام وبيستغل إن مفيش حكم وأي ضرب متاح، وكيسي واقف بيتلقى الضربات لكن كيسي بيخلع القفازات وبيقوم وكأنه ما حصلوش حاجة وبيقرر يقاتل بأسلوب التاي شي وضرب سيزر في أضلاعه وكسرها، وما توقفش لحد هنا ونزل عليه بعدها بضربات فتاكة وسيزر ما بقاش عارف يصد هجماته. وبعدها كيسي اداله ضربة على الطاير وقعته وما قامش تاني،
والكل بيحيي البطل كيسي، وهيوجو بيقول له انت كده ما نفذتش العقد اللي ما بيننا وانا هرفع عليك قضيه وهحبسك. كيسي قال له خلصت، وانت كمان هنرفع عليك قواضي وانك حرضت رامبيج يكسر رجل برودي، ومعانا الشات اللي ما بينك وما بين رامبيج. وهيوجو بيتوتر من كلامه، فكيسي بيقترح عليه يعوض برودي ب1,000,000 وهيوجو بيحس ان ده حل كويس، والمساعد بتاعه بيصدمه انهم لازم يرجعوا تمن كل التذاكر للجمهور. وبعدها التلاميذ بيباركوا للمعلم بتاعهم كيسي. وهنا نكون وصلنا لنهاية ثلاثية افلام نيفر باك داون. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل10,000 لايك، واللي وصل لاخر الحلقة عايزك تحط ايموجي البوكس في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.